أنا أعتذر. أنا قاعد يضغطون علي أهلي صراحة. أنام وأقوم، أنام لي أحاول إني أرقد. من البارح ما رقدت إلا 3 ساعات، الحمد لله رقدت 3 ساعات. ماكل زينكس أقسم بمن أحل القسم 3، وماكل سيليبكس. لكن أنا أعتذر، أنا أعتذر. يضغطون علي دش الطب النفسي. تكفون يا أهل الكويت، ما أبي دش الطب النفسي، ماني مجنون، ما فيني العافية. تكفون والله قاعد يضغطون علي، بس عاد لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بداية اللي عشان ما أندم عليه، يمكن أموت اليوم ما اعتذرت، عشان يسامحوني لله العزيز الحكيم. أنا أعتذر من سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أمير الإنسانية. اليوم إذا إكلنا البرد غطانا بشته حضنا. إنزين أبونا أقسم بمن أحل القسم لولا الله ثم لولاه إني رايح كالعهن المنفوش، لكن قدرني مع العلم إني طيب ما فيني إلا العافية الحمد لله. لكن قدر ظروفي، الله يوفقه وما لقى وجهه، والله يجعله ذخرا للعبادة والبلاد. أمي تبكي الليل والنهار تدعي له، تدعي له. يا جماعة يا أهل الكويت ادعوا له، يا الخليج ادعوا له صباح الأحمد بطالة العمر على الصحة والعافية. ترى والله إنه شكل، إني سمعت إنه تعبان شوي، الله يشفي الشفاء لا يغادر السقم. كما أني أعتذر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك وأسرته الكريمة اللي طعنت فيهم. أقسم بمن أحل القسم إني ما أذكر عليهم شيء. ظلمت يا جماعة، والله ظلمت أمي وأهلي، أقسم بالله ظلمت القبائل. من اللي أغلى من أمي؟ ورب الكعبة أمي حتى أغلى من حكام العالم كلهم. إنزين، وأعتذر من الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية، زين، اللي شاني بقلبه وحضني، حتى أمن الدولة ما طقوني ولا عذبوني. أقسم بمن أحل القسم كانت توصيات تجي منه دير بالكم عليه، أبو رفعة لا أحد يجيسه، جيبوا له اللي يبي. من اللي يقول الكلام هذا وأنا طاعن فيه؟ إنزين والله ما يستاهل. شوف الشيوخنا شلون كرامتهم طيب. والشيخ صباح الخالد، واعتذر من السفارة الكويتية، إنزين، ومن مشعل الموظف، إنزين، ومن طاقم السفارة كلهم. واعتذر من الأخ مرزوق الغانم، رجل مصلي يخاف الله، طعنت فيه. يا أخي الله اللي عطاه الخير، ليش نحسده يا جماعة؟ من اللي عنده شركات وعنده آلات، أنا ما عندي آلات يا أخي، مناقصات عليه بالعافية يا أخي. إنزين، واعتذر إنزين من طلال السعيد ومن أخته فجر السعيد، اللي أقسم بمن أحل القسم ما أذكر عليها شيء وما شفت شيء يا جماعة، لكن طعنت في شرفها. أنا آسف، ورب الكعبة يا بنات، ورب الكعبة طعنت في شرف أمي. أمي قلت قحبة، أمي، أهلي، أسرتي، جماعتي، القبائل اللي أغلى عندي من العالم كله من القبائل. إنزين، راح أدش مستشفى. إنزين، ممكن في أي وقت أي لحظة أدش مستشفى، لكن اعذروني تكفون وسامحوني. والبنت اللي طعنت في شرفها في لندن، اللي قلت حطي هذا بطيجك وكسك، أنا أعتذر منها عشان ما نبني ضميري عليه. تكفون، سامحوني لله. أنا ما بشيء، ورب الكعبة ما بشيء. أبيكم تسامحوني، يمكن أموت اليوم أو يدخلوني المستشفى. الطب النفسي خايس، يطقونك ببور يخدرونك. يا عمي عارف الطب النفسي ما بي السجن، أقسم بالله أرحم لي من الطب النفسي يا أخي. بس تسوي عاد؟ أمي تبكي وأخواني يبكون، يلا دش، تكفى دش. قلت والله ما دش اليوم، خلى